الارجنتين يختلف على الاوروغواي من الفرديات، من اللعب الجماعي، من الذكاء الجماعي، من الوصول الى المرمى، من الضغط، من الخبث الرياضي، عندهم كاع العوامل. هنا نعاودوا نتكلموا كما نقولوا الاختيار نظن انا نظن حسب ما نظنش، ولكن توغاي الاقرب. علاش الاقرب؟ عنده ميزه، عنده لونتيسيباسيون، عنده التوقع، يخرج وما نساش يلعب مع فريق كما نقولوا ليسبيرونس تونس، لعب رابطه ابطال افريقيا. نظن عنده المكان تاعو. اذا كما نقولوا تفضل كما قال عبد بثلاثه، ولما لا حتى الممرات اللي كما نقولوا لي كولوار نقدروا نغلقوهم، ولكن كما نقولوا يبقى كما نقولوا الاختيار تاع المدرب راح يكون كما نقولوا بوينتي. ما فيش كما نقولوا. علاش عبد القادر نقول لك بوينتي؟ لان التغييرات ولا المتغيرات اللي راح يصراو خلال المباراه يقدر كما نقولوا خلال المباراه 10 دقائق ما تمشاش كما ما صرتنا مع هولندا. كيفاش اللاعبين يقدر كما نقولوا احنا بالتنبيهات يصلح امور بدون ما يقوم، ما تقدرش تقوم تغييرات، ولكن الاختيار راح يكون على منظومه. ما نقدرش نتكلموا على الدفاع وحده بدون ما نتكلموا على وسط الميدان اللي راح يكون كما نقولوا يربط، عنده دور كبير اللاعبين حتى المهاجمين. تولي منظومه كتله مفروغ منها مترابطه متجانسه. اكيد سيد